خلال الدوري المنتظم لموسم 2016-2017. نجم أوكلاهوما استقطب أنظار متابعي ال NBA بما قدمه من أداء وما حققه من أرقام قياسية بعد أن نجح في تحقيق التريبل دبل في 42 مناسبة، كاسرا بذلك كل الأرقام ومنفردا بها في سجلات الدوري العمالقة. ورغم أنه لم ينجح في المكوث طويلا في الأدوار الإقصائية بخروج على يد رفاق جيمس هاردن منذ الدور الأول للقسم الغربي، إلا أن ويستبروك ابن 28 عاما بقي اسمه في الأذهان رغم نجومية طرفي النهائي. الإجماع كان واضحا على أحقية ويستبروك بهذا الإنجاز، حيث جمع 69 صوتا أمام هاردن الذي اكتفى ب 22 صوتا، فيما نال كاواي ليونارد 9 أصوات، أما ليبرون جيمس فحظي بصوت واحد. موسم 2016-2017 سيبقى في ذاكرة الجميع وخاصة ويستبروك الذي أثبت أنه من طينة الكبار، ومن أهم إنجازاته تحطيم الرقم القياسي في التريبل دبل في موسم واحد، متجاوزا إنجاز أوسكار روبرتسون الذي صمد ل 55 عاما. أداء كبير قدمه نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر، وبهذا التتويج الجديد سيكون الموسم المقبل بمثابة التحدي لويستبروك الذي سيسعى بكل قوته إلى تحقيق المزيد مع فريقه.